عارفين انتوا تتبيلات الفراخ السريعه اللي مش بتاخد وقت ويا دوبك يعني تخلصوا كل حاجه في ربع ساعه؟ انا النهارده كان عندي دبابيس فراخ وكنت زهقانه جدا من الطرق التقليديه، فقلت هعملها بطريقه انا متاكده ان هي هتعجبك. عملت بقى للفراخ تتبيله سهله جدا من غير بقى بصل وطماطم ونشغل الخلاط والكلام ده، وكل الحاجات موجوده عندنا في البيت ما عدا بس صوص البيستو ده، وحاجه اختياريه جدا ممكن تستخدموا مع شويه توابل نعلي بيهم التست بقى يا جماعه. وعايزه اقول لكم ان انا هكتب لكم كل تفاصيل التتبيله دي تحت الفيديو. ونيجي بقى لمرحله التقليب. انا عايزاكم تقلبوا بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، ويا ريت لو تستخدموا ايديكم يعني ما تعملوش زيي. وجبت بقى الصينيه بتاعتي وابتديت ان انا ارص فيها الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وعايزه اقول لكم ان شكلها وهي عامل كده اصلا تحفه، فما بالكم بقى بعد ما نشويها. المهم ان انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180 وسيبوها بقى لحد ما تستوي براحتها. وتعالوا بقى اقول لكم على احلى جليزه هتعملوا لي الفراخ. شويه زبده حلوين كده عليهم معلقتين من العسل مع رشه زعتر، وكمان معلقه صغيره جدا من الثوم، يعني فص واحد بس، وقلبوا بقى